لو عايز تبدأ المحتوى بتاعك على اليوتيوب للفيديوهات الطويلة من غير لا تظهر لا بوشك ولا بصوتك، فالموضوع دلوقتي بقى ابسط ما يكون. اهلا بيكم في قناة AI مكاوي. انا محمود المكاوي وده فيديو جديد لينا على القناة هنا. دلوقتي عشان تبدا المحتوى بتاعك على اليوتيوب فانت مش محتاج كاميرا، مش محتاج فويس اوفر، مش محتاج تتعلم مونتاج، مش محتاج تجيب موسيقى وصور معاها حقوق نشر، ومش محتاج الكلام ده كله خالص. دلوقتي عن طريق الذكاء الاصطناعي الاي اي انت ممكن تعمل كل الكلام ده بخطوه واحده بس. انت بس بتحدد انت عايز ايه وهو الموقع بيعمل كل حاجه لوحده. وكنا اتكلمنا الفيديو اللي فات على موقع انفيديو ستوديو، وهو كان موقع مناسب جدا للشورتس او الريلز، وتعلمنا ازاي نستخدمه وتعلمنا ازاي نعمل فيديو وتعلمنا فيه كل حاجه. ولو ما شفتش الفيديو هنسيبه لك تحت في الديسكربشن، انزل اتفرج عليه وبعدين تعالى. النهارده بقى نتكلم على الاخ الاكبر ليه وهو انفيديو اي اي. وانفيديو اي اي بقى هو مميز اكتر في الفيديوهات الطويله، مش الشورتس او الريلز او فيديوهات التيك توك، لا الفيديوهات الطويله اللي على اليوتيوب اللي زي الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده بالظبط. وطبعا زي ما اتكلمنا على انفيديو ستوديو هنتكلم عن انفيديو اي اي، وهنقول برده ان هو موقع مدفوع، لكن برده زي ما عملنا جيف اواي في انفيديو ستوديو فهنعمل برده جيف اواي في انفيديو اي اي، وفي هدايا هنسلمها للناس فيكم عشان يبتدوا المحتوى بتاعهم في الفيديوهات الطويله على اليوتيوب ومجانا، مش هيدفعوا فلوس خالص. فكمل الفيديو معانا للاخر عشان تعرف الجيف اواي وتعرف الهديه اللي انت ممكن تاخدها. والمهم في موضوع الفيديوهات الطويله ان انت لازم تختار محتوى يكون عليه الطلب كتير والناس كتيره بتحبه، وتكون فيه فئات عمريه كتير بتخش تبحث عنه على اليوتيوب وعايز تتفرج عليه. ومعظم اليوتيوب هو ما بيبقاش للتسليه، هو بيبقى اكتر لحد داخل عايز يعرف معلومه او عايز يتعلم حاجه او عايز يشوف حاجه او كده. وطبعا كل ما تختار المحتوى احسن كل ما انت تحقق الربح على اليوتيوب احسن. وطبعا الربح اللي ما يعرفوش ان هو 1000 مشترك و4000 ساعه. والمحتوى اللي هنتكلم عليه النهارده هو محتوى المقارنات. هنتكلم النهارده على المقارنات بين الموبايلات او المقارنات بين الشاشات او المقارنات بين اللابتوبات او كده يعني. طبعا المحتوى ده اي حد بيروح يشتري حاجه الكترونيه بيحب يشوف البديل بتاعها او المنافس بتاعها بيبيعها بكام وايه الفرق بينهم وايه اللي بيميز دي عن دي. فعشان كده انا اخترت المحتوى ده. فمثلا افكار الفيديوهات مثلا ممكن مثلا فيديو المقارنه بين ايفون 14 وايفون 15، او المقارنه بين الشاشات مثلا السامسونج والال جي، او مثلا بين اللابتوبات بين الدل والتوشيبا والماك وكده. ومفيش حد بيروح يشتري حاجه من الحاجات دي غير لازم يشوف مقارنه مع المنافس ليها عامل ازاي، سواء من ناحيه الامكانيات او من ناحيه السعر. وتعالى بينا بقى كده نروح ناخد لفه كده على اليوتيوب ونشوف الناس اللي بيقدموا المحتوى اللي احنا بنتكلم عليه ده فعلا هل الموضوع ده مربح ولا لا، او هل الموضوع ده فعلا بيجيب فيوز كتير ولا الموضوع ده وضعه ازاي بالظبط يعني. لو جينا بصينا على القناه دي هنلاقي ان القناه دي صاحبها عنده 6000 مشترك بس، وطبعا 6000 ده رقم قليل جدا. وزي ما اتفقت معاكم ان انا اصلا حبيت اجيب قنوات يكون عدد المتابعين فيها قليل جدا عشان ما نقارنش نفسنا بالقنوات الكبيره، عايزين نقارن نفسنا بالقنوات الصغيره. فهو هنا زي ما انتم شايفين كده بينزل ريفيو عن موبايلات، هنا مثلا 14 برو 15، وهنا منزل على الاس 23، وهنا منزل على ال12 وكده. وبرده نفس الكلام ما بيظهرش بوشه خالص. ولو رحنا على موقع سوشيال بليد وشفنا ارباح الراجل ده عامله ازاي، فاحنا هنلاقي الراجل ده دلوقتي بيكسب $1100 كل شهر، ودي ارباحه الحاليه، وارباحه السنويه $13000 في الشهر. وهو ما عندوش عدد كبير وفي نفس الوقت بينزل محتوى من غير ما يظهر هو بوشه، وده اللي هنتعلم نعمله. ولو جينا بصينا برده على الراجل ده هنلاقي ان الراجل ده برده عنده 7800 مشترك، فطبعا ده رقم مش كبير برده. وهنلاقي المحتوى بتاعه برده بينزل عن الجالاكسي A15، وبينزل برده عن حاجات كده مثلا هنا مثلا اسعار موبايلات من $150 ل $1500، كلها افكار حاجات في الموبايلات يعني. وبينزل كذا حاجه تانية برضو، حاجات عن الالعاب وحاجات عن الاس 24 اهو، حاجات عن سامسونج، نفس المحتوى اللي بنتكلم عليه برضو، وبرضو كلها من غير ما يظهر بوشه زي ما انتم شايفين كده مثلا. ولو رحنا على موقع سوشيال بليد وشفنا ارباح الراجل ده فهنلاقي ان الراجل ده بيربح $1500 في الشهر زي ما انتم شايفين كده، وارباحه السنويه بتوصل ل $18000 في السنه. فبجد ارباح عاليه جدا. وفي نفس الوقت الحاجات اللي بيقدموها هنتعلم ازاي نعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه وهتشوفوها بنفسكم. زي ما شفنا دلوقتي ان الموضوع فعلا مربح جدا، وخصوصا ان احنا اللي عرضناهم اصلا عدد المشتركين فيهم قليلين جدا، مش زي القنوات الكبيره اللي بيبقى عندها بالالوفات او بالملايين او كده. هو الناس دي بس اهم حاجه عندها هي الاستمراريه في نزول الفيديوهات عشان القناه تبدا تظهر لناس كتير. ورغم عدد المشاهدات اللي يعتبر قليل بالنسبه لقنوات كتير اللي الناس دي جايباه، بس برضه محققين فلوس كويسه في الاخر. وفكره فيديو المقارنه اللي هنتعلم نعمله النهارده بطريقه احترافيه هو اننا هنعمل مقارنه بين ايفون 14 وايفون 15، وهنتعلم ازاي نعمله من الالف للياء، ونشوف مثلا هل في حاجه في الفيديو احنا مش عايزينها او حاجه عايزين نعدلها او حاجه عايزين نشيلها او حاجه عايزين نضيفها. كل ده هنتعلم ازاي نعمله. وطبعا الميزه الاكبر في موقع انفيديو ان كل الحاجات اللي احنا هنستخدمها معاها حقوق نشر، فانت تاخد الفيديو على طول وتنزله على اليوتيوب من غير ما تقلق خالص. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وهنسيب لكم تحت في الوصف لينك جروب التليجرام عشان تتواصلوا عليه، عشان لو في اي حد واقف معاه اي خطوه او عايز يستفسر عن اي حاجه. ويلا بينا بقى نروح نبتدي. هندوس على اللينك الموجود في الديسكربشن، بعد كده هيفتح لنا الواجهه بتاعه موقع انفيديو. هنروح هنا ونكون متاكدين ان احنا بنختار انفيديو اي اي مش انفيديو ستوديو اللي اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي فاتت.
فهنروح ندوس على انفيديو اي اي لوجن. بعد كده هنيجي ندوس هنا على جوين ويز جوجل، وهيسالنا شويه اسئله كده هنجاوب اي اجابه. بعد كده المهم هنوصل عند الواجهه دي في الاخر. هننزل تحت وهنختار يوتيوب اكسبلينر. بعد كده هيقوم جايب لنا الصوره اللي قدامكم دي، وهنا هنختار كل اللي احنا عايزينه في الفيديو. اول حاجه هنا ان احنا هنيجي نختار فيديو قد ايه. بعد كده نختار ان الفيديو يبقى حوالي 5 دقائق. وعشان نكتب الوصف بتاعنا هنا هنروح على جوجل ترانسليت، وهنقول له ان احنا عايزين نعمل مقارنه بين ايفون 14 و15، وعايزين المقارنه دي تكون شامله كل الفوارق المهمه ما بينهم، وان المقارنه تكون شيقه وجاذبه للانتباه والكلام ده كله. وجوجل ترانسليت هيدينا على اليمين المقارنه بالانجليزي عشان ندخلها على طول على موقع انفيديو، وما نتعبش نفسنا ان احنا نقعد نكتبها بنفسنا. فهناخد الكلام زي ما هو كده وهنروح نوديه على موقع انفيديو، وهناخدها وهندخلها بالشكل ده كده. وده كده كل الكلام اللي احنا عايزينه في الفيديو، المواصفات والمقارنه بين الموبايلين. هنلاقي تحت الوصف مكان كده ممكن نكتب فيه اي حاجه زياده، فاحنا عايزين نحط له هنا ريفرنس او مرجع لمقاله عالميه عامله مقارنه بين الموبايلين عشان يستخدمها في الفيديو ويدخل المعلومات بتاعتها في الفيديو. هنروح على جوجل وهنكتب مقارنه بين ايفون 14 وايفون 15 وهندور على مقاله مناسبه نستخدمها. هننزل تحت زي ما انتم شايفين كده، وهنلاقي كذا مقاله لمواقع كبيره زي جي اس ام ارينا، وفي موقع فوربس، وفي حاجات كتيره جدا. فهناخد اي مقاله منهم. فهنروح مثلا على المقاله بتاعت جي اس ام ارينا، وهنروح ناخد اللينك بتاعها كوبي، وهنرجع نعمل لها بيست في الوصف بتاعنا على موقع انفيديو، وهنقول له نستخدم المقاله دي معاك عشان تزود المعلومات اللي تديها لنا. هيقول لك هنا بعديها الموسيقى في الباك جراوند حابب تكون ايه. فاحنا هنكتب مثلا اب بيت اند هابي، واللانجوج طبعا تبقى انجليزي. وبعد كده هيجي يسالنا هنا عن الفويس اوفر، فاحنا عايزينه يبقى ميل ولا فيميل. فاحنا هنختار ان هو يبقى ميل، وهنا هنيجي نختار ان هو يبقى كلير امريكان فويس، يبقى صوت واضح امريكي. بعد كده هيجي يسالنا ان احنا ندوس على اد ان سبتايتل، هو الكلام اللي الراجل بيقوله في الفيديو يظهر على الشريط تحت كده. وطبعا هنا هنقول ان هو يستخدم اي ستوك عادي. بعد كده هنروح ندوس على كونتينيو. بعد كده هيجيب لنا بقى كل التجميع اللي احنا كتبناها، فاحنا هنا ممكن نراجعها ونشوف هل في حاجه احنا كتبناها غلط، هل في حاجه عايزين نزودها. بس هنا بقى مكتوبه كامله مش متقسمه كده. فاحنا طبعا اخترنا كل حاجه زي ما احنا عايزين، لو عايزين نزود حاجه بنزودها عادي، بس احنا خلاص يعني اخترنا الحاجات اللي هي الاساسيه. بعد كده هنروح ندوس على جنريت ا فيديو. بعد ما يقعد يعمل شويه تحليلات كده ويقعد يشوف حاجات كده مع نفسه، هيجي يسالنا شويه اسئله. فهنا مثلا الجمهور بتاعك، هل هو انت عايز جمهور بيحب التكنولوجيا، ولا عايز جمهور اللي بقى ابل فانز اللي هم من المعجبين بتوع ابل والمحبين بتوع ابل؟ فاحنا ممكن نقول ان هم اللي بيحبوا التكنولوجيا عموما. وطبعا هو عايز اللوك اند فيل للفيديو، فاحنا ممكن نخليها برايت، والبلاتفورم عايزينها يوتيوب، فدي ممكن نسيبهم ثلاثه زي ما هم يعني. بعد كده هنروح ندوس على كونتينيو، وكده خلاص هو خد كل البيانات معاه، ودلوقتي هيبتدي نعمل انالايزنج لحد ما يخلص الفيديو. From camera upgrades to battery life improvements, we'll uncover what each model brings to the table. But is the latest model always the greatest? That's the question we're tackling. Without further ado, let's jump into the thick of it and see which iPhone emerges as the winner in this head-to-head matchup. The camera is often the deciding factor for many smartphone buyers, and Apple knows it, resulting in more pleasing background blur and subject separation. Video recording gets a boost too. The iPhone 15 supports higher battery life is highly dependent on individual usage patterns. Heavy gamers and those who stream a lot of video content will inevitably drain their batteries faster. However, both the iPhone 14 and 15 support fast charging, allowing you to juice up your. وزي ما انتم شايفين ده هيبقى شكل الفيديو بعد ما خلصناه، وعامل مقارنه موضحه كل الفرق اللي بين ايفون 14 وايفون 15 زي ما انتم شايفين كده، ومقسمها لكذا حاجه. يعني اول حاجه بنتكلم فيها عن ايه الموبايلين دول وبيكونوا من ايه اصلا، ولو جينا زودنا هنا برضو بعديها بشويه كده هنلاقي هنا بيتكلم على البطاريه بين الايفون 14 والايفون 15 الفرق بينهم عامله ازاي. وبصراحه يعني هو شرح كويس جدا للفيديو. وبعد كده بيجيب لك هنا شكل التصوير بالكاميرا هتبقى عامله ازاي، لما واحد يجي يصور نفسه مثلا شكل الصوره هيبقى عامله ازاي. ودي اكتر الفروقات اللي بتهم الناس، موضوع الكاميرا ده بالذات بين الايفون 14 وايفون 15 او اي مقارنه بالموبايلين عموما الكاميرا. وهنا بيتكلم على السوكت وكذا حاجه بقى بيتكلم عليها في الفيديو. طب احنا دلوقتي لو عايزين نعدل شويه حاجات كده هنعملها ازاي؟ بعد كده هنلاقي تحت شريط البحث اللي تحت ده ممكن نقول له اي حاجه احنا عايزين نعدلها في الفيديو وهو هيعملها لنا. فاحنا مثلا ممكن نقول له دلوقتي ان احنا عايزين مثلا صوت الفويس اوفر ده مثلا يبقى صوت واحده ست، فهنكتب هنا مثلا الفويس اوفر يبقى بصوت فيميل زي ما انتم شايفين كده. ولو رحنا دوسنا هنا على جنريت هيجيب لنا دلوقتي نفس الفيديو بس بفويس اوفر لواحده ست. او مثلا احنا مش عاجبنا الفيديو خالص كله على بعضه كتقسيمه كصور كفيديوهات ككل حاجه، او حتى لو مش عاجبنا صور وفيديوهات بس، فهنروح نقول له مثلا ان احنا عايزين نغير الصور والفيديوهات اللي في الفيديو عشان تبقى مناسبه للتوبيك اللي بنتكلم عنه او الموضوع اللي بنتكلم عنه. فاحنا هنجرب كده. بعد كده هندوس على جنريت. بعد كده هيجي يقول لنا تحت ان هو غير شويه حاجات وفي حاجات تانية ما غيرهاش. طبعا احنا نغير كل الصور والفيديوهات في الفيديو دي حاجه صعبه يعني، بس انا قلت اطلب منه حاجه مستحيله.
فمثلا صوره الراجل ده مثلا ده ما كانتش موجوده في الفيديو اللي فات، فهو غير شويه حاجات كده في الفيديو. طب لو في مقاطع معينه بقى جوه الفيديو عايزين نغيرها، هنغيرها ازاي دلوقتي؟ هنروح ندوس هنا على اديت، وهنا هيجيب لنا كل مقطع احنا متكلمين عنه. فمثلا لو في مقطع من المقاطع دي احنا شايفين الصوره بتاعته صوره مش مناسبه، مثلا زي مثلا المقطع اللي انتم شايفينه قدامكم ده دلوقتي، المقطع بتاع الباتري ده، فاحنا عايزين نغيره دلوقتي، فاحنا مثلا مش عاجبنا شكله، فهنروح تحت هنلاقي في الوصف اللي تحت ده، فهننزل تحت هندوس على السيرش وهنكتب مثلا هنا باتري اوف ايفون. زي ما انتم شايفين كده بالظبط كتبنا بس باتري اوف ايفون، ظهر لنا فيديوهات كتيره جدا ممكن نستخدمها عن الباتري بتاعه الايفون. فاحنا مثلا ممكن نختار اي فيديو من دول ونحطه مكان الفيديو اللي فوق. طب لو عايزين نعمل كده نعملها ازاي؟ هنروح اول حاجه ندوس على الفيديو اللي فوق بالشكل ده كده، وهننزل تحت هنختار اي فيديو احنا عايزينه. فمثلا هنختار مثلا الفيديو ده مثلا اللي على الشمال ده، وهندوس على ريبليس. بعد كده هننزل تحت هندوس على ابلاي تشينجز. بعد كده هيقول لنا تحت كده ان الانديورنس تيست اللي هي كانت رقم 3 دي فالسين ريدي، كده احنا غيرنا الفيديو كده خلاص العمليه تمت، وهيعمل لنا تحت علامه صح ان السين اتغير. وفعلا لو رحنا دوسنا على الايديت تاني هنلاقي فعلا ان المقطع اللي اتحط هنا هو المقطع الجديد اللي احنا كنا حاطينه واللي جبناه تحت من المكتبه اللي معانا. والمكتبه اللي معانا دي ممكن نختاره، وممكن نعمل بقى الحركه دي في اي مقطع احنا عايزينه. مثلا الصوره مش عاجبانا اللي موجوده او الفيديو اللي موجود مش عاجبنا، فهندوس عليه وننزل نغيره من تحت ونحط الفيديو اللي عاجبنا واللي على مزاجنا من المكتبه اللي تحت. طبعا كل الحاجات اللي بنتكلم عليها دي كلها مع حقوق نشر، سواء موسيقى سواء فويس اوفر سواء فيديوهات سواء صور، فما تقلقش نهائي من الموضوع ده. انت بعد ما بتعمل اكسبورت بتنزله على طول على اليوتيوب، ما تقلقش خالص من حقوق النشر. فلو عايزين ننزل الفيديو دلوقتي بقى وخلاص احنا خلصنا كل اللي احنا عايزينه وعدلنا كل التعديلات اللي احنا عايزينها، هنروح ندوس على اكسبورت. بعد ما نروح ندوس على الاكسبورت، لو احنا مش مشتركين في الباقه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي بتفاصيلها بكل حاجه، وعايزين مثلا ننزل الفيديو دلوقتي بالعلامه المائيه، هنروح ندوس على ستوك ووتر مارك. بعد كده هندوس هنا على نورمال ونجيب ال 1080. لما نيجي نجيب ال 1080 هنلاقيها على طول اتحولت من ابجريد لكونتينيو. كونتينيو دي يعني ينفع ان احنا ننزلها، فهنروح ندوس على كونتينيو. بس طبعا كواليتي هنا الفيديو بتبقى مش حلوه خالص عشان العلامه المائيه اللي موجوده، وهنتكلم كمان شويه بقى على الباقات وندفع كام والكلام ده كله. وبعد كده الفيديو هيخلص ريندرنج، ولو عايزين ننزل فيديو التجربه بقى اللي احنا عايزين نجربه دوت، فهنروح ندوس على داونلود، بس الفيديو هينزل هنا بالعلامه المائيه. احنا كده خلصنا الفيديو زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انت كل ما تشتغل على الفيديو اكتر وتغير فيه مقاطع، عشان برضو الذكاء الاصطناعي ممكن ما يجيبلكش احسن مقطع في المشهد ده مثلا، فانت كل ما تشتغل عليه اكتر وتعدل في مقاطع اكتر وكده الفيديو هيطلع احسن. وطبعا وارد ان هو يجيب لك معلومه غلط او صوره غلط او اي حاجه من الحاجات دي، بس احنا خلاص اتعلمنا ازاي نعملها وازاي نعدلها وازاي نغير الصوره دي بصوره ثانيه او نغير المقطع ده بمقطع ثاني عشان يبقى ماشي في نفس السياق. وكل ده بيحصل بطريقه بسيطه جدا زي ما شفنا دلوقتي. ونفس الفكره اللي اتكلمنا عليها النهارده دي ممكن برضو تستخدمها بالمقارنه بين اللابتوبات او بين التلفزيونات او ايا كان من الحاجات دي. يعني هي الطريقه واحده بس الفكره بس هي اللي بتختلف. وزي ما قلنا في الاول ان موقع انفيديو هو موقع مدفوع، فهنروح دلوقتي نشوف اسعار الباقات ونشوف هندفع كام ونشوف هيطلع لنا كام فيديو في الشهر ونشوف الكلام ده كله. وبعد كده هنرجع ونتكلم على الجيف اواي او الهديه اللي احنا هنوجهها لكم ان شاء الله. هنرجع تاني على موقع انفيديو وهندوس فوق على اليمين على ابجريد، وهنا بقى ظاهر معانا الباقات المدفوعه اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نطلع الفيديو بكواليتي 4K. فهيظهر لنا هنا الباقات الموجوده معانا. اول حاجه طبعا هنشوفها اللي هي الباقه الفري، الباقه المجانيه، وهنلاقيها اول واحده على الشمال. طبعا الباقه دي العيب اللي فيها ان انت بتعمل اكسبورت للفيديو بالعلامه المائيه، وغير ان كواليتي الفيديو بتبقى قليله جدا، بس انت ممكن تستخدمها كتجربه بس في الاول ازاي تعمل فيديو كده. بس لو انت ناوي تنتج فلازم تشترك في باقه من الباقات المدفوعه. ولو جينا هنا بصينا بعديها على الباقه البلس، هو جايب لك هنا ان هي ب $20، بس ده لو انت اشتراك سنوي. اما لو دوسنا هنا فوق على الشهري فهنلاقيها ب $25 في الشهر. وللاسف بقى ان الموقع ده هو اغلى شويه من انفيديو ستوديو اللي كنا شرحناه في الفيديو اللي فات. يعني انفيديو ستوديو كان بيقف علينا بالشهر ب $18، انما ده الشهر هيقف علينا ب $25. بس طبعا في فرق كبير جدا، ان ده مناسب اكتر للفيديوهات الطويله وبينتج فيديوهات بشكل احسن جدا من انفيديو ستوديو، وما بيحتاجش منك كميه التعديل اللي بتقعد تعملها في انفيديو ستوديو. ولو جينا بصينا هنا هنلاقيه بيدي 50 دقيقه من الاي اي جنريشن. 50 دقيقه ده يعني انت في الشهر لو انت بتعمل فيديو 5 دقائق يعني انت بتعمل 10 فيديوهات في الشهر. وطبعا انت لو عندك قناه وبتنزل 10 فيديوهات في شهر او حتى في شهرين فهي تعتبر كميه كويسه جدا. يعني 10 في شهرين يعني الشهر 5 فيديوهات، في 5 فيديوهات بالنسبه للقناه، فده يعتبر معدل كويس مش معدل وحش. المهم ان هو بيطلع 50 دقيقه، فانت بتطلع بقى عدد الفيديوهات اللي انت عايز تطلعه بناء على سعر الباقه، بس دي اقل واحده. وطبعا كل ما تزود من 25 ل 50 ل 150 ل 100 لكده، كل دي هتلاقي طبعا دقائق جنريشن تحت بتزيد. يعني ب $100 بيطلع لك 200 دقيقه تعمل لهم جنريشن. بس احنا اول حاجه خلينا في الباقه اللي هي ب $25 عشان دي اقل واحده فيهم. ولو جينا حسبناها ان ال $25 دول لو ضربناهم في المصري يعني يطلع حوالي 1250 جنيه.
فلو قسمنا ال 1250 جنيه على شهرين فهيطلع اليوم بحوالي 20 جنيه باين او حاجه زي كده. فطبعا يعتبر رقم معقول يعني بالنسبه للخدمه اللي بيقدمها لك الموقع ده، هو ان بيخليك تخلق قناه على اليوتيوب بمجهود قليل جدا. المهم يعني لو استقريت وعايز تشتريها في الاخر بتروح تدوس على جيت بلس، وبعد كده بتدخل البيانات بتاعتك هنا، بعد كده بتدوس على سبسكرايب، وكده خلاص انت اشتركت في الموقع. بعد ما دخلت البيانات بتاعتي كامله دلوقتي بيقول لي البيمنت سكسسفول، وكده خلاص انا بقيت مشترك في موقع انفيديو. بعد كده اختار ال 1080. لو جينا بقى رجعنا على الصفحه الرئيسيه، بعد كده دوست هنا وجبت على هوم، هيظهر لي تحت الفيديو بتاع مقارنه الايفون 14 و15. بعد كده هروح ادوس على ريموف ووتر مارك، وساعتها بقى هنعمل النو ووتر مارك. بعد كده هدوس على اكسبورت، وكده خلاص بعد ما شلنا العلامه المائيه هنروح ندوس على داونلود، وبس كده خلاص احنا الفيديو بينزل معانا دلوقتي بكواليتي عاليه جدا بدون علامه مائيه زي اللي كنتوا شفتوه من شويه. بعد ما اتكلمنا على اسعار الباقات دلوقتي وعرفنا هندفع كام وكام في الشهر وهيطلع لنا وقت قد ايه وفيديوهات قد ايه وكل الكلام ده كله، يلا بقى بينا دلوقتي نتكلم على الجيف اواي اللي احنا هنعمله وهنقدمه للناس. وعشان نساعد الناس ان هم يبتدوا المحتوى بتاعهم حتى لو هم مترددين او معهمش فلوس او مش عارفين يبداوا ازاي ويعملوا قناه طويله على اليوتيوب، الفيديوهات الطويله يعني، فاحنا هنختار 4 اشخاص منكم يحددوا الفيديو اللي هم عايزينه. يعني ال4 اشخاص دول هيبعتوا لنا الفيديو اللي هم عايزينه، الفكره بتاعته، وبعد كده احنا هنعمل الفيديو ونبعته لهم وكل حاجه. وطبعا كل ده مجاني، وطبعا هنبعته لهم عن طريق موقع انفيديو بس باشتراكنا احنا بقى مش باشتراككم. وطبعا ال4 دول هم يختاروا بس ايه المحتوى اللي هم عايزينه، سواء عايزينه في السفر، سواء عايزينه في المقارنات، سواء عايزينه حاجه مثلا تخص الكوره، تخص الاخبار، يعني براحتهم يختاروا المحتوى اللي هم عايزينه ويبعتوا لنا وصف ليه كده، واحنا هنعمل الفيديو ونبعته لهم. وطبعا مده الفيديو هيبقى المده العاديه اللي هو مثلا 5 دقائق 7 دقائق كده. وما تقلقش بقى خالص من الكواليتي بتاعت الفيديو لما نيجي نبعته لك، احنا هنبعته لك على موقع وي ترانسفير، وموقع وي ترانسفير هو موقع بينقل الفيديوهات بنفس الكواليتي بالظبط، فزي ما هيطلع لنا في انفيديو زي ما هنبعته لك بالظبط. بس طبعا عشان نتكلم بصراحه، الفيديو اللي هنديه لك احنا زي ما هيديه لنا انفيديو هنديه لك بالظبط، مش هنقعد نعدل عليه وكده بصراحه عشان الوقت يعني. وبرده وارد جدا ان في حاجه انت تشوفها تكون محتاجه تعديل او محتاجه تتغير او محتاجه كده، فدي برده مش هنعرف نعملها، فاحنا هنبعته لك بس، وبعد كده بقى لما تبقى انت تشترك ابقى عدل زي ما انت عايز. وشروط الجيف اواي ده بسيطه جدا، عمرك ما هتلاقي اسهل منها في حياتك، زي ما عملنا في انفيديو ستوديو بالظبط، ان انت هتسيب لنا كومنت تحت وتقول لنا ايه رايك في المحتوى اللي احنا بنقدمه، سواء كان بالسلب او كان بالايجاب، او عايز تسالنا سؤال، او عايز تقول لنا الفيديو الجاي عايزه يبقى عن ايه. ومن وسط الكومنتات دي هنختار 4 كومنتات بشكل عشوائي جدا ايا كان هم كاتبين ايه، وبعد كده هيتم تسليم الفيديوهات، وهنعلن عن الفايزين بعد كده على جروب التليجرام بتاعنا، وهنسيب لكم اللينك تحت في الوصف. وبجد سواء انت محتاج انفيديو ستوديو او انفيديو اي اي او مش محتاجهم اصلا، فبجد جروب التليجرام هيفرق معاك جدا عشان عليه تواصل بشكل يعني يومي خلال 24 ساعه. اي سؤال انت عايزه سواء انا برد او اي حد بيرد، وهتلاقي عليه استفسارات كتيره جدا عن كل ما يخص المحتوى بدون ظهور او التجاره الالكترونيه، الافيليت ماركتنج، الذكاء الاصطناعي، كل الكلام ده هتلاقيه. يعني كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، واعتقد ان احنا وضحنا كل حاجه، ولو في اي حاجه مش واضحه اكتب لنا كومنت تحت او تعالى قول لنا على جروب التليجرام. طبعا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان تدعمونا ونكمل في فيديوهات جايه ان شاء الله، وان شاء الله نشوفكم على خير. سلام.